السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا جبت لكم افضل 7 مواقع تستخدمهم كمصمم، وهيفيدك كتير جدا جدا في التصميم. تابع معايا الفيديو عشان الفيديو ده هيفيدك كتير جدا جدا جدا. يلا بينا. رجعت لك تاني مع مصطفى عشان اوريك افضل واحسن 7 مواقع تستخدمهم كمصمم. هنروح أول موقع معانا، تابع معايا. أول موقع معانا هو بنترست. هتبحث عنه طبعا من هنا كده، هتلاقي على جوجل كده ابحث عنه وهتلاقي بنترست، اكتب بنترست بالإنجليزي. تمام، روح عليه كده، أي حاجة أنت عاوزها هتلاقيها عليه. أي حاجة تكتب لي بقى الإنجليزي عربي، أي حاجة أنت عاوزها. أهو كل ده على برنامج، على موقع بنترست. تمام. فممكن مثلا لو أنت ضعيف شوية في الإنجليزي، ممكن تروح على ترجمة جوجل. تمام، وهتضغط هنا كده، هتدوس مثلا انت عاوز رمال شاشة، اي حاجة تكتب مثلا رمال، معلش بالانجليزي، تكتب هنا رمال. تمام، هيجيبها لك بالانجليزي اهي. هنروح واخدينها نسخ، او ممكن ناخدها كنترول سي من الكيبورد اللي هي النسخ. تمام، وهنروح على بنترست هنا كده، وهنكتب هنا كنترول في، في حرف الكيبورد حرف الفي، كنترول في، عملناها لصق. تمام، ونروح دايسين اوكي. جاب لنا جميع الرمال اللي انت ممكن تحتاجها في شغلك. تمام، جاب لنا جميع الرمال. طيب، ممكن مثلا تستخدم الرمال دي مثلا بي ان جي، تكتب لنا كده انجليزي بي ان جي، هيجيب لك الصور كلها بي ان جي زي ما انت شايف كده، تحفظها. انت عاوز تحفظها طبعا تخش تدوس عليها كده اهي، وتروح دايس على ال3 نقط دي. ماشي، تروح دايس على ال3 نقط كده هنا، وتدوس تنزيل الصورة. دوس تنزيل الصورة، هي نزلت معاك اهي نزلت بالطريقة دي. تمام، انت بقى ممكن ترفع على الفوتوشوب عادي، دي سهلة من على الكمبيوتر من بره. تمام، ده الموقع افضل موقع، هيفيدك كتير جدا، وانا شخصيا بستخدمه في شغلي وفي تصميماتي. تاني موقع معانا وانا بحبه جدا جدا، الموقع ده موقع شات جي بي تي. موقع جميل جدا جدا، موقع جميل. تمام، انت بقى عاوز تبحث عن اي حاجه مثلا، عاوز حاجه بالانجليزي، عاوز حاجه، اي حاجه انت عاوز تبحث عنها. مثلا قول له ايه، قول له عاوز مثلا عاوز بالانجليزي، بالعربي، عاوز موقع عن تصميماتي مثلا، تصاميم، او موقع لصور بي ان جي، وتدوس اوكي. يلا يا عم شات جي بي تي، هقول لك افضل مواقع الصور بي ان جي جاهزه بدون خلفيه تقدر تحملها منها بسهوله. هيجيب لك مواقع كتير زي مواقع زي فيليبيك، كلين بي ان جي، كلاين، ستيسك. في مواقع كتير، هيجيب لك مواقع كتير انت عاوزها، اي حاجه انت عاوزها من شات جي بي تي هيجيبها لك. وهيقول لك بقى على اختصارات، وهيقول لك على كل حاجه انت عاوزها. انا بستخدمه يعني في يومي، انا بستخدمه يومي في شخصيتي، انا بستخدمه. تمام. تاني موقع معانا في الموقع ده، بس ما تنساهوش، الموقع ده جميل جدا جدا جدا، هيفيدك كتير. تاني موقع معانا هو موقع ادوب ستوك. الموقع ده بلا شك موقع جميل جدا، جميل جدا جدا. طبعا انا كنت بستخدمه على طول اصلا. فانت لازم تستخدم الموقع ده بالانجليزي، هتكتب الانجليزي. انت لو ضعيف في الانجليزي زي ما قلت لك، تروح على ترجمه، وهتكتب هنا ريمال كده زي ما كتبنا، وتروح واخدها كنترول سي زي ما قلنا، ونروح رايحين على الموقع، ونروح دايسين كنترول في، معلش، كنترول في، وخدها نص. تمام، ممكن نروح له تاني، احنا خدنا دي ممكن ناخد دي كده اهي، كنترول سي، ونروح رايحين هنا كده كنترول في اهو، معلش اوكي. اهو هيجيب لنا كل حاجة عن اللي انت عاوزها، كل حاجة انت عاوزها اهو.
كل حاجة انت عاوزها. واحنا كتبنا رمال صح، ممكن نكتب كده ماشي، وكتبنا كل حاجة احنا عاوزينها اهو رمال. جاب لك الرمال والبحر والتلج الرمال، كل حاجة انت عاوزها هتلاقيها عليه. ممكن طبعا لو عاوز صور بي ان جي زي ما قلنا نكتب هنا من كيبورد بي ان جي، معلش نكتب هنا كده بي ان جي، وابحث يا عم اديب ستوك. جاب لك كل الصور اللي انت عاوزها وهتحتاجها في تصميمك بي ان جي. الصور دي طبعا انا الصور دي مستخدمها في تصاميم كتير جدا وفادتني كتير قوي في التصاميم. تمام، فده افضل موقع انا بستخدمه عامه في ان انا عاوز ابحث عن صور اي حاجه. تمام، المواقع دي لو عندك ورقه، اكتب المواقع دي في ورقه ولازم تستخدمها في تصميماتك كتير جدا وهتستخدمها كتير جدا. تاني موقع معانا هو موقع فريبك، افضل موقع واحسن موقع انا بحبه وبستخدمه كتير جدا في مولد فيديوهات، مولد الصور، بحاجات كتير، محسن الصور، مولد الصوت، حاجات كتير اوي، محرر المقاطع اللي هي مقاطع الفيديوهات، مشروع فيديو، مزامنة شفاه، حاجات كتير يعني ممكن نتكلم بصوته، حاجات كتير قوي. تعال نكتب رمال زي ما كتبت، ممكن مثلا نغيرها نكتب ايه، نكتب ايه بدل رمال، سماء، ماشي سماء سكي اهي. ناخد دي كنترول سي ونروح على فريبك، يلا يا عم فريبك كنترول في، دوس اوكي، جاب لك السماء كلها، اي حاجه انت عاوزها من فريبك بيستخدمها بتجيبها لك اهو. تمام كده، يعني الموقع ده جميل في موقع كتير جميل جدا، جميله جدا. طيب الموقع ده هيفيدك كتير جدا. يلا بينا نروح على الموقع التاني عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. نروح على موقع وهو بلا شك افضل موقع انا بحبه في الفونتات. تمام، الموقع ده اسمه عربي فونتس. تمام، هتكتب عربي فونتس عادي على الموقع من بره كده، عربي فونتس اهو، عشان بس ايه الناس تبقى مركزة. عربي فونتس اهو، دايسين عليها كده اهو، هو ده الموقع، دايسين كده اهو، هو ده الموقع، اول اختيار جالنا هنا اهو، هو ده الموقع يعني. تمام، نروح على موقعنا ماشي، وننزل تحت هنا كده اهو، في خطوط كتير جدا، الخط ده والخط ده والخط ده، اي خط انت عاوزه ممكن تكتبه او ممكن تبحث عنه من هنا كده اهو، تبحث عنه اهو، او ممكن تشوف من هنا خطوط عربية جديدة، خطوط القنوات والشركات، الخط الكوفي، الخط الديواني، اي خط انت عاوزه. تمام، تقدر تنزل الخط دي ازاي؟ هنروح هنا على تحميل، هنا كده هنروح دايسين عليها، هيجيب لنا القائمة دي بالطريقة دي، هينزل تحت 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 تحت، هيلاقي لنا كده تحميل مباشر، تحميل مباشر، هتروح دايسينها كده تحميل، الخط نزل اهو، خط نزل زي ما انت مش شايف كده. تمام، بالطريقة دي. طبعا انت لو عاوزني اقول لك ازاي بتضيف الخط ده على الفوتوشوب او الالستريتور عشان تستخدمه بشكل واضح وما فيش اي مشكلة، قول لي في التعليقات وانا عامل لك فيديو عن الموقع ده. تمام، ولو في مواقع تانية انتوا عايزين تعرفوها قول لي عليها، او قول لي عاوزين مواقع كتير عشان نستخدمها في التصميم في التعليقات، وانا هعمل فيديوهات ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه هتكون كتير جدا. تمام، الفيديو اللي معانا التاني هو كولرز، الفيديو ده بيبقى بلا شكل جميل جدا جدا جدا، ممكن تستخدمه في تصميماتك. انت لو عاوز مثلا لون مختلف ممكن تبحث هنا كده، لو عاوز تزود خط هنا كده اهو، بيزود لك الخط هنا. تمام، انت لو عاوز تزود هنا خط بيزود. فالموقع ده جميل جدا، الموقع ده هتستخدمه في تصميمات ليك كتير جدا. وبلا شك الموقع ده جميل جدا جدا جدا. طيب هتستخدمه ازاي؟ مثلا انت عاوز اللون ده اهو، اللون ده هتروح رايح هنا كده اهو، هيجيب لك القايمة دي، هنروح واخدين بعد نسخ وهنروح رايحين على الموقع الفوتوشوب. تمام، وهندوس على نخش عليه يعني، وهتروح دايس عليه، هتروح واخد اللي انت خدته نسخ ده وتحطه على البرنامج، هيجيب لك نفس الدرجة بتاع اللون دي، نفس درجة اللون دي
هيجيب لك نفس الدرجة. تمام. الموقع ده جميل جدا جدا، ممكن تفضل تزود في هنا كده، تفضل تزود، ممكن تخش هنا كده، مواقع كتير جدا. الموقع ده وهتستفيد، هيفيدك كتير جدا. وده الاختصارات بتاعته، لو عاوز تحكم تبين الالوان، كل حاجة انت عاوزها اهو. بس دي يعني ممكن يبقى فيه اللي هو لازم تبقى البرو، تستخدم البرو. تمام. الموقع ده يفيدك كتير جدا. لو عاوزني اتعمق في المواقع دي كتير، قولي في التعليقات وعامل لكم فيديو عنها ان شاء الله باذن الله. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنزل فيديوهات كتير عن التصاميم وعن المواقع دي، فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.